اتفقوا بقى كلهم عليا وقالوا لي عايزين ناكل الاكله دي من بره. قلت لهم ايه، انتوا عارفين دي هتكلفنا قد ايه اصلا؟ المهم اتصلنا بالمطعم وسالناه، قلنا له احنا 7 افراد. المهم دخلنا في 1000 جنيه. قلت لهم لا لا بقى، اصبروا بقى كده عليا واستنوا كده وانا هوريكم، هعملها لكم في البيت احلى منهم مليون مره. تعالوا بقى شوفوا عملت لهم الاكله الجامده دي ازاي، وعملنا اكل المطاعم في البيت بكل اسراره. بصي شايفه اللون والطعم وكل حاجه جميله جدا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونعمل لايك وشير اذا عجبتكم الطريقه، ويلا نخش على المقادير. بس اتفرجوا لي على الشكل ده بقى. شايفين؟ جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان الكاميرا ظلموها، لا ده هي احلى من كده بكتير جدا. شايفين الجمال؟ يلا بقى على طول نخش نشوف طريقتنا. بس هوريكم بقى، بصوا الفراخ دايبه دوب كده دايبه. في الاول بقى جبت بصلتين كده مقطعاهم، وقرنين فلفل احمر واخضر اللي موجود عندك، وطماطميتين كده، وحطيت عليهم بابريكا وملح وكمان فلفل اسود ورشه من البهارات. قلبت بقى كل الخضار بتاعي ده كويس جدا جدا زي ما انت شايفه كده. وهبتدي بقى ان انا افرده في الصاج كده عندي. بعد كده بقى على طول هجيب الفراخ، اي كمية فراخ عندك طبعا انت بتعملي حسب العدد اللي عندك. بجيبها وبغسلها وانضفها واقطعها نصين كده، وابتدي اعمل لها فتحات بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد نشيل بقى الفراخ على جنب، ونبتدي بقى نعمل مع بعض التتبيلة اللي بجد بتخلي الفراخ في حتة تانية خالص. اول حاجة جبت ليمونة كده، ومعلش بقى عشان ما كنتش شايفة كويس مش باينة قوي، بشرتها وخدت كده بشر ليمونة، وعصرت بقى ليمونتين 3 4. هنا حطي الليمون اللي انت عايزاه. كل ما هتكتري الليمون في التتبيلة دي هيديكي طعم للفراخ بجد تحفة. كمان بيخلي الفراخ في حتة تانية خالص. حطيت بقى معلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين من دبس الرمان، حطيت معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكاتشب، معلقتين كمان من الصلصة، وشويه من البهارات المشكله، ورشه من جوز الطيب. وقلبت بقى كل الكلام ده، وجبت الفراخ بتاعتي تبلت، يعني حطيت كاتشب وصلصه. تمام. وعايزه تحطي باربيكيو صوص لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص. تبلت بقى الفراخ كده زي ما انت شايفه. عايزه اقول لكم تجنن. هكمل بقى تتبيله الفراخ دي، بس ايه بقى دلوقتي رحت ولعت الفرن. هتخش الفرن ساعه كامله متغطيه في الرف الاوسط. بتطلع بشيل بقى الورقه من عليها، وبعد كده بسيبها تاخد شوايه. والرز ده لو عايزين طريقته اكتبوا لي في الكومنتات وهنزله لكم. شايفين بقى الجمال؟ هي ساعة في الرف الأوسط و10 دقايق كده مع ان انت تقلبي كل شوية الصاج بتاعك او الصينية لحد ما تاخد لون حلو قوي زي ما انت شايفة كده. احلى من اكل بره مليون مرة. مش عايزة اقول طبعا الاسامي مش تفكرونيش بعمل اعلان لحد، ولكن بجد جربوها بالطريقه دي. ولو عايزين طريقه الرز زي ما قلت لكم اكتبوا في الكومنتات. وكمان هسيب لك تطبيق حلو قوي قوي بحمل من عليه كل الوصفات اللي بقدمها لكم بدون انترنت، اول مره بنت، وبعد كده بيبقى موجود معاكي على طول من غير انترنت. هسيبهولك في البايو او في التعليقات من تحت. حمليه عندك هينفعك لو ما عندكيش نت او النور قاطع وتتسلي فيه. شايفين الجمال؟ ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير ومتابعة، وكمان تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني. ودمتم بخير والسلام عليكم.